قدرت السلطات الفلبينية عدد ضحايا الإعصار هايان ب10,000 قتيل، طبعا معظمهم سقط في مقاطعة ليتي، في حين تتوقع منظمات الإغاثة ارتفاع عدد الضحايا. تسبب هايان الإعصار الأقوى في العالم هذا العام في تشريد مئات الآلاف في 5 مناطق وسط الفلبين، ضربها ودمرها بالكامل وفقا للشرطة. وفي فيتنام المجاورة أجلت السلطات نصف مليون يسكنون المناطق المتوقع أن يضربها الإعصار. القتل بالآلاف في الإعصار الذي ضرب الفلبين، أكثر من 1000 جثة طافية فوق الماء في تاكلوبان وحدها شاهدتها فرق الصليب الأحمر الفلبيني، وفي سامار تم رصد مئات أخرى من الجثث. الصليب الأحمر توقع ظهور أرقام أكثر تحديدا بعد عملية إحصاء أكثر دقة للجثث على أرض الواقع في المناطق المنكوبة. الإعصار هايان الذي ربما كان أقوى عاصفة تشهدها الفلبين على الإطلاق دمر مدينة تاكلوبان وسط البلاد بالكامل، وألحق أضرارا بالغة بمعظم المنازل نتيجة لارتفاع مياه الفيضان وزيادة سرعة الرياح. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى وأن يزيد حجم الدمار بدرجة كبيرة، بينما وصل عمال الإنقاذ والجنود إلى المناطق التي عزلتها العاصفة الهوجاء. وتشير التقارير إلى أن العاصفة تغادر الفلبين وتتجه صوب فيتنام. العاصفة التي صنفت على أنها من الدرجة الخامسة بعد أن اجتاحت 6 مناطق في الفلبين، تم تخفيض تصنيفها إلى الدرجة الرابعة، ويمكن أن تزداد شدة فوق بحر الصين الجنوبي وهي في طريقها لتضرب فيتنام اليوم الأحد. مدينة تاكلوبان يبلغ عدد سكانها نحو 220 ألفا، وقبل انقطاع الاتصالات أبلغ مسؤولون في المدينة عن وقوع فيضانات غزيرة وانقطاع شبكات الهاتف المحمول وخطوط الكهرباء وسقوط أشجار وقطع طرق. ونزل نحو 1,000,000 شخص إلى الملاجئ في إقليمة بعد أن وجه رئيس البلاد نداءات للذين في مسار الإعصار بمغادرة المناطق التي سيضربها. وبقيت رحلات المطارات مغلقة في وسط الفلبين، مع عرقلة شحنات المساعدات جوا إلى تاكلوبان، رغم أن الجيش قال أن طائرتي النقل تمكنتا من الهبوط في المناطق المنكوبة. يبقى أن سرعة رياح الإعصار بلغت 175 كيلومترا في الساعة، زادت في بعض الأوقات إلى 210 كيلومترات. تسير الاستعدادات على قدم وساق في فيتنام تحسبا لوصول إعصار هايان الاستوائي، وكان هايان قد ألحق أضرارا جسيمة بمناطق مختلفة في الفلبين. الأرواح والممتلكات خلفها إعصار هايان الاستوائي الذي ضرب الفلبين وتسبب بمقتل الآلاف. السلطات الفلبينية أشارت إلى أن هايان ألحق أضرارا كبيرة في مقاطعة ليتي وسط البلاد، خاصة في مدينة تاكلوبان، قبل أن يكمل طريقه غربا نحو فيتنام، وبالتحديد إقليم كوانغ نام، حيث تخشى السلطات الأسوأ بعدما حل في الفلبين. ووسط مخاوف كبيرة تتخذ فيتنام احتياطاتها لإعصار هايان الذي قد يفتك بها في أي لحظة. وقال خبراء الأرصاد الجوية أن شدة الإعصار تراجعت، غير أنه قد يشتد مرة أخرى فوق بحر الصين الجنوبي وهو في طريقه إلى فيتنام.